وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ وحشوني جدا. انتي قلتي لسه لما عملت الفيديو قلتوا لتيتا اللي روضه تعمل معاكم فيديوهات وكده، وانا سعيده قوي ان انتوا فرحتوا بيا. زي ما قلنا. انا فرحت كده بنفسي، وفرحانه برضو ان انتوا فرحتوا بيا وعايزه بقى اعمل فيديوهات. انا اصلا ما كنتش في دماغي ان انا اعمل فيديوهات وكده، بس انا كنت نفسي ان انا اعمل فيديوهات. وانا حبيت ازرع الزرع، دي حاجه لله. انا لما بنيته وعملته قلت اسعيه بقى وكده. بس النهارده يا جماعه احنا عملنا بانيه. ماما عملت مكرونه بالصلصه وهتعمل بانيه، قلت لها لا انا عايزه اعمل انا البانيه. تعالوا اقول لكم انا عملته ازاي. بصوا يا جماعه، حطيت هنا اول حاجه عملناها تبلنا البانيه. حطينا طماطم وحطينا مرق الدجاج وحطينا ملح وحطينا بصل وفلفل وايه تاني. طب بعد ما تبلناه سبته شويه عشان يهدى كده ويبقى حلو. بعد كده حطيت بيضه وبعد كده حطيت فلفل وفضلت اقلب زي ما انتم شايفين كده. لازم تقلبوا كده عشان يدوب الفلفل. تمام. وهنا ماما جابت ده من تحت. بصراحه ما اكدبش عليكم واقول اللي انا نزلت دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين. هتشوفوا انا هعمل انتم عارفين. اول حاجه هنعملها اروح اجيب حته، مش عارفه امسكها يا ماما. اروح اجيب حته كده متبلينه. بس لازم اول حاجه تغسلوا ايديكم وتنضفوها بالصابونه. تكون الصابونه دي عارفين اللي هي كويس. تمام. هنبدا بقى نعمل ايه هنا زي ما انتم شايفين خد بقى شويه كده اهو. بس يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. انا عامله حسابي على طبق تاني. هناخد برضه نفس النظام كده. بس اهم حاجه تغسلوا ايديكم. انتوا عادي بقى تحطوا ايديكم في البيت عادي، يعني انتوا كده كده هتغسلوها. طبعا احنا بنعمل كده، احنا مولعين على الزيت وهو عادي كده 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 الزيت بارد. عارفين البرود؟ محمد اهدى شويه يا حبيبي. اهو يا جماعه. بس انا فرحانه قوي وانا بعمل البنانه. مصدقت اصلا ماما ردت. انا بعرف اعمل اصلا الاكل. ماما تقول لي لا يا روضه ممكن تحرق يا حاجه يا روضه. اقول لها يا امي ما تخافيش، تقول لي لا يا روضه. يا اما حاجه خايفه احسن انا احرق حاجه، مش خايفه احسن اولع في نفسي. يلا هنبدا. انا فرحانه جدا والله، مش مصدقه انا فرحانه ازاي. فرحانه جدا ومعرفش انا عملت كده لوحدي ازاي. بس انا الله اكبر شاطره يعني، وبعرف اعمل كل حاجه. بقول بقى اللي مسني يخشوا يساعدوا ماما في المطبخ، لانه هي لازم تساعدوا مامتكم عشان مامتكم بتتعب. حتى لما بيروحوا الشغل، لو امهاتهم بيروحوا الشغل امي ما تروحش الشغل. لو امهاتهم بتروح الشغل لازم تتعب وتشقى بقى عشانها وتعمل لها الاكل وتروق لها. ويا ريت ده يحصل يعني. وربنا بيقول قال ربكم بوالدي احسانا، وقال ربكم الا تعبدوا الا بالله احسانا. هنكمل بنفس الطريقه والزيت على النار وارجع لكم لما اعملوها لكم. يلا باي. بس صدقوني الحاجه اللي انا عاملاها هتبقى. طبعا احنا دلوقتي خلصنا البانيه والبانيه بيتقلي. طبعا مش هسيب المواعين لماما، هي ماما اصلا تعبانه فمش هسيبها لها. ودعوا لها ربنا يشفيها. كملها اوكي. الصابون اللي مش راضي يتحط ده معرفش ماما بتحط منه ازاي اهو. احنا لازم كل ما نعمل حاجة ننضف مكاننا ونخلي حتة نظيفة ما تبقاش وحشة، عشان حتى لو مش عشان امكم تقعد نظيفة، وعشان كل ما احنا محبين الحاجة هنعملها اكتر. وانا حبيت ان انا اعمل كده واساعد ماما
ودول بقى اللي ربنا يخفف لها اللي عندها ويخفف لكل واحدة عندها حاجة أو ويشفي كل مريض من الصغير للكبير. ولازم طبعا نغسل المواعين والبانيه على النار، ولازم نغسل الحاجة كويس متبقاش معفنة وايدينا تكون مغسولة قبل ما نعمل أي حاجة. وعملنا المكرونة بس ما اكدبش عليكم هي اللي عملت، وانا عملت البانيه زي ما انتم ما شايفين، وجبنا كاتشب وكده. وشوفوا حتة البانيه حلوة ازاي، سوياها وعاملاها وحلوة. بس جربوا الوجبة دي وهتبقى جميلة، وعايزاكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسلقل، معرفش اقولها والله، اكس بلقل ماشي. عايزين حاجة